يتشرف الدكتور سليم الخنكاوي بأن يقدم لحضراتكم برنامج الليلة، مبتدئا بإشارة الفيلم السينمائي يقدمها لكم بكل افتخار وإعزاز الأستاذ منير شاكر. أرجوهم تصفيق. شركة أفلام الصراحة تقدم بكل وقاحة لآخر مرة في تاريخ السينما الفيلم الذي سيهز مشاعركم ويقص أظافركم، فيلم تمتزج فيه الدموع والبسمات والبلح الحيان بالأمهات، فيلم الصراع بين الخير والشر والبرد والحر وبورسعيد وراس البر، فيلم القتل والدماء والموسيقى والغناء. حرام عليك الراسية يا أغلى من الدنيا دي، فرقة عزالي فيا خد دمعي ورا عينيا. تعالى 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 خوي رقم شوية. 40 قرش يا مكرمة، لازم اخد 40 قرش. حرام عليك يا عادل، دول 25 بس. انت كدابة، انت منافقة. حرام عليك يا عادل، هو مفيش رحمة، مفيش شفقة. ما تحاوليش تخدعيني يا خاينة. 40 قرش الا ملي مش هاخد، والا فلوقي ليكي. ساخطلك، ساشرب من دمك. خدي. قتلتني يا مجرم. روح روح منك لقسم الضرب الأحمر. إن شركة أفلام الصراحة لتفخر بأن تقدم هذا الفيلم إلى محكمة الغدر، الفيلم الذي فاز بالجائزة الأولانية في مباراة المصارعة الدولية، فيلم العظة والعبرة والجهل وعدم الخبرة، يعالج مشكلة من أدق المشاكل الاجتماعية وهي فشل الحياة الزوجية بسبب الكوسة والملوخية. يا حبيبي أنا عاملة لك كوسة هتبوسني عليها 200 بوس. يا حبيبي أنا عاملة لك كوسة هتبوسني عليها 200 بوسة. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي أنا عاملة لك كوسة. فضفتني يا ولد العفو. شوف الكوسة من اللي قلبك يحبها. كوسة؟ أنا باكل كوسة يا ولية. دي هتعجبك قوي. تعجبك أنت يا عديمة التصرف. أقول لك ملوخية تعملي كوسة؟ أنا مش ممكن أقعد معاكي. روحي متي طلقة بالتلات. وهكذا تلعب الكوسة دورا هاما في هذا الفيلم الذي حشدت له شركة أفلام الصراحة أكبر مجموعة من الكواكب، بطولة المطرب العاطفي زكي رستم مع المونولوجيست الخفيف الروح حسين رياض، بالاشتراك مع بطلة الكوميديا في الشرق أمينة رزق، وملكة الاستعراض المسرحي فاتن حمامة، والوجه الجديد مارلين مونرو. قريبا على الشاشة البيضاء فيلم المفاجآت القوية والأغاني العاطفية. أنا وأنت في جنينة والدنيا حسدتنا، والورد حوالينا فرقان لفرقتنا. أنا وأنتي. بتحبيني يا كمان؟ تبي عايزة سؤال يا حياتي؟ امتى يجي اليوم اللي نعيش فيه مع بعض في بيت واحد؟ أنا مش ممكن هعيش من غيرك. أنا أتحدى الموت في سبيلك يا حبيبتي. الله، مين دول؟ يا خبر، ده البوليس. اقبضوا عليه. انت حضرتك متهم باختلاس 1000 جنيه من خزينة الشركة اللي بتشتغل فيها. تعال معايا. كمال هتسيبني يا كمال؟ ما تخافيش يا سوسو، وأكد لك إني بريء. انت مش قلت انك تتحدى الموت في زميلي؟ أيوة قلت الموت مش البوليس.